وكل سنة وانتم طيبين. مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك اجتزت السحابة. قل ادعوا الله إن يمسسك ضر، ووجه ناظريك إلى السماء. ماشي في نور الله ماشي، بدعي وأقول يا رب. عليك صلاة الله وسلامه، شفاعة يا جد الحسنين. وأنا في جاه النبي طالب رضاك، والنبي لأجل النبي. قائمة طويلة من الأغاني الدينية اللي سمعناها وحبيناها من الملحنين والمطربين وشعراء الأغاني العظام اللي شكلت وجداننا. عطاء من فن محترم بتروح دغري لمستمع متعطش، تدخل من الودن للقلب وتبقى دواء شافي بلسم للروح. الذاكرة حفظت أغاني دينية كتيرة، أغاني حبيناها غناها مطربين حسوا معانا بتدين وصدق، مش بس بصنعة ومهارة. أغاني في الطاعة لله وفي حب النبي عليه أفضل صلاة وأجمل سلام. ده كان الأصل فيها، وظل الأصل يمد الفروع بأغاني تخطف العقول والقلوب والأبصار. أغاني وجبة مناسبات دينية من الحج لرمضان للأعياد، كتبها ولحنها الكبار، ففضلت كبيرة بمعانيها وبأسماء اللي غنوها وصنعوها. الاهتمام بالأغاني الدينية استمر من جيل لجيل بنفس الشغف والحب، بنفس التقدير والمتابعة. ليها جمهورها الخاص وليها تأثيرها، ليها الإحساس بسماعها خصوصا في المناسبات. مفيش رمضان من غير رمضان جانا ووحوي يا وحوي، مفيش عيد من غير الليلة عيد، مفيش إنشاد ديني من غير أسماء الله الحسنى، مفيش حد في قلبه شفقة ورحمة وتسامح إلا ومثلت عنده الأغنية الدينية حكاية وذكرى، شعاع ونور. الأغنية الدينية كانت الأصل وخرج من عبائتها كل الأغاني منطقة حصد إعجاب مضمونة. لو المغني أو المنشد نجح في كلمة السر، اختار كلامه معنى ليه طعم، كلام يمسح الروح من هموم زماننا اللي ما بتنتهيش وأحلامنا اللي ما بتترويش. الأغنية الدينية وتطورها وأشهر ما حفظته الذاكرة منها، وأهم من ده جديدها وحرص الأجيال الجديدة عليها. في رمضان الشهر الكريم مطربين غنوا أغاني ما زالت في الذاكرة نستعيدها. الأغنية الدينية هيكون لينا عنها النهاردة كلام مسؤول. ربما نستطيع أن نؤرخ بهذا الاستقبال الأسطوري للنبي على أبواب المدينة المنورة للأغنية الدينية، والتي مضت بعد ذلك في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وحلقت في فضاء قصص السيرة بقصائد كبار الشعراء التي وجدت طريقها على لسان المنشدين. ومن ارتجالية الأداء إلى الصرامة اللفظية واللحنية ارتبطت الأغنية الدينية بالمناسبات الإسلامية: الحج، شهر رمضان، العيدان، الهجرة، والمولد النبوي. ولأن خط التطور في تاريخنا الموسيقي يمر حتما عبر أم كلثوم، فإنها سجلت على اسطوانة في العشرينات نورت يا رمضان من ألحان القصبجي. كما غنت أم كلثوم ما يعد الصناعة الثقيلة في الغناء الديني: نهج البردة، ولد الهدى. ولم تمر فترة طويلة حتى قدم موسيقيون ومطربون كبار إسهاماتهم المتميزة وذاعت حتى الآن. لكن جيلا كامل ارتبط بابتهالات وتواشيح الشيخ سيد النقشبندي خاصة في رمضان. الأغنية الدينية الأحدث بدأتها شادية، فايزة أحمد، وياسمين الخيام بعشرات القصائد،
وربما كان نجاح الساحق للبريطاني سامي يوسف قبل 6 أعوام بأغاني المعلم ثم أمتي كان سببا في اندفاع نجوم الطرب في مصر للنظر في تقديم نماذج مغيرة للأغنية الدينية ظهرت بأصوات لم تكن في الحسبان من فرط غنائها العاطفي أن تتجه يوما إلى هذا اللون، وهي الأغاني التي لاقت رواجا مؤكدا. صلوا عليه لتزهدوا في كل ما لا يحمد، صلوا عليه لتشهدوا أن المحبة أحمد.